شايفين الرز عامل ازاي؟ رز مفلفل. يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا كده نعمل الشريمب ده مع بعضينا. تعالوا اقول لكم هنعمله ازاي. طريقته سهله جدا وبسيطه جدا واكله سريعه جدا جدا. حطيت حله على النار صغيره وحطيت فيها معلقتين من الزيت. معايا التوم ده هنزل بيه عليها، ده توم مهروس. بصوا مش هسيبها لحد ما تتحرق، بس تاخد لون خفيف خالص، لون ذهبي. بعد كده هنزل بالشريمب بتاعي زي كده بالظبط. بصوا كده بعد ما التومه خلاص اصفرت كده، رحت نزلت بالشريمب. انا مش هقلبه علشان ما ينزلش ميه كتير، هسيبه على درجه الحراره العاليه خالص. بصوا درجه الحراره عاليه خالص، هسيبه عليها. وبعد كده هوريكم ايه الخطوه اللي بعد كده. تعالوا هنا الناحيه التانية نعمل شويه رز. طبعا انا حاطه الشعريه بتاعتي في علبه زي كده، فانا هاخد منها شويه. هحمر الشعريه الاول، للناس اللي عايزه تعرف طريقه الرز بحمر الشعريه الاول، بعد كده بنزل بالرز بتاعي. دلوقتي انا نزلت بالشعريه، لسه بقى نسيبها تحمر شويه، بعد كده هننزل بالرز. بصوا الرز بتاعي انا حطيته في علبه زي كده برضو، دي علبه لحفظ الرز، حاطه فيها الرز بتاعي والمكرونه وكل حاجه، حطاها في علب زي كده وشايلاها بقى. تعالوا نبص على الشريمب. بصوا بدأ ينزل ميه كتير اهي منه. هسيبه لحد ما يتشرب، مش هاجي عنده لحد كده ما يتشرب والميه بتاعته تخف. بعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه. بصوا الشعريه اخدت لون حلو. بعد كده حطيت الرز زي ما انتم شايفين، هسيبه بس يتشوح شويه حلوين وياخد لون كده ويتغلف، وبعد كده هنكمل مع بعضينا. بصوا الشريمب بدأ ينزل المية بتاعته وبدأ كمان يشربها، يعني مش كتيرة، عشان كده انا قلت لكم مش هقلب فيه خالص علشان ينزل المية بتاعته ويشربها بسرعة، بدل ما ينزل مية اكتر. كل ما تقلبوا فيه اكتر كل ما هينزل مية اكتر، علشان كده انا بسيبه كده مع بعضه ينزل المية ويتشربها. لسه لحد دلوقتي ما حطيتش اي توابل خالص فيه. كل اللي انا عملته حمرت التومة وخلاص ونزلت بالشريمب بتاعي. الناحية التانية عندنا هنا الرز وعندنا الشعريه. بصوا اللون حلو قوي، ده اللون اللي انا بعمله وبحبه جدا، وانتوا بتسالوني عليه كتير في الكومنتات. فانا دلوقتي بحمره. اول ما خلاص يتحمر انا بجهز الميه في الكتل هنزل بيها عليه، عشان ده صيامي. لو انتوا عندكم فيجيتا او مرقه خضروات تقدروا تنزلوها. انا بس هحط فيها فلفل اسود وكمان هحط فيها ملح. تعالوا كده بقى خلاص ننزل بالميه. لازم ميه تكون سخنه جدا. للناس اللي متعرفش تحط الميه قد ايه، انا بصراحه بحط بالبركه، بس اهم حاجه ان هي تغطي الرز زي ما انتم شايفين كده. شايفين مغطيه الرز تماما كده. انا خلاص حطيت الرز وحطيت فيه ملح وحطيت فيه فلفل. نغطيه بقى ونسيبه لحد ما يطيب. زي ما قلت لكم ده صيامي، لو انتوا حابين تضيفوا عليه مرقه خضروات او فيجيتا حطوا اللي انتوا عايزينه. تعالوا بقى هنا نشوف الشريمب عمل ايه. الشريمب خلاص شرب كل الميه وكمان هيتشوح خلاص في الزيت اللي كنا حاطينه. تعالوا بقى نديله رشة من الفلفل. بصوا الفلفل ده 4 انواع فلفل، وبصراحة ريحتهم بتكون تحفة لما بيبقوا يعني انتوا لسه حاطينه فريش. بصوا نحط الملح بالمرة. انا هحط ملح وفلفل اللي هما ال4 انواع الفلفل، وكمان هحط عليهم بس كمون ومثلا بصل باودر، حاجات زي كده، لكن مش هكتر في اي توابل، هما الحاجات دي وخلاص. كده هحط رشة من البصل الباودر، بصراحة بيديله طعم حلو قوي. وكمان هديله رشة من الكمون، عشان ياخد برضو لون حلو. هديله رشة من البابريكا، بيديله لون حلو كمان بيديله طعم حلو. بس كده، دي كل الحاجات اللي انا حطيتها للشريمب. تقدروا بقى لو عايزين تعملوه زي التشاينيز فود
تقدروا بقى تضيفوا صويا صوص، تضيفوا ترياكي اللي هو ترياكي صوص برضو حلو، بس انا هكتفي بدول ومش هحط له حاجه تاني. ده بصراحه بيديله طعم حلو قوي. هخليه بس ياخد تشويحه حلوه وبعد كده نطلعه بقى مع الرز. ودلوقتي خلصنا احلى طبق انا بحبه جدا، طبق شريمب. بصوا كده شكله تحفه، وشايفين الرز عامل ازاي، طبق تحفه وجميل جدا جدا. تقدروا بقى ترشوا عليه شويه من البقدونس المجفف، يديله كده شكل حلو وكمان هيديله طعم حلو. تعالوا كده ندوق واقول لكم رايي فيه ايه. تحفه بجد، تحفه. شايفين الرز عامل ازاي، رز مفلفل، وكمان الشريمب طعمه تحفه وطريقه حلوه جدا جدا وسريعه جدا. يلا بألف هنا علينا وعليكم.